النهارده بقى هنعمل أكلة لأصحاب المزاج العالي. هنعمل الحمام المحشي بكل تفاصيله وتكاته، والطعم إيه حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. أول حاجة هجيب حلة ومعلقة سمنة وبصلاية مبشورة. نقلب البصلاية لحد ما تدبل شوية، وبعد كده هنبدأ ننزل عليها بالتوابل: ملح، فلفل أسود، بهارات وقرفة. هنقلب كله مع بعضه لحد ما البصل يتجانس مع التتبيلة كلها. بعد كده هكون قطعت الكبد والقوانص بتاعة الحمام وهبدأ أنزل بيهم على البصل وأقلبهم كويس، وبعد كده هبشر عليهم شوية جوز الطيب لحد ما الكبد والقوانص يبدأوا يغيروا لونهم. بعد كده هكون عملت كمية الرز اللي أنا هعملها على قد الحمام اللي عندي. هكون غاسل الرز ونقعه كويس. بعد كده هبدأ أنزل بالرز في الحلة، أقلب كله مع بعضه، وهنزل عليهم بمعلقة صلصة واقلب كله تاني. بعد كده هنزل باقل من نص كميه الميه بتاعه الرز. يعني مثلا لو اخدنا كوبايه رز تقريبا هننزل عليها بكوبايه الا ربع ميه. هنقلب كله كويس، وبعد كده هنسيب لحد ما الرز يبدا يتشرب. اول ما الرز يتشرب هبدا اركنه على جنب، افرده في طبق خارجي علشان يبدا يبرد معايا، وابدا اجهز الحمام اللي هحشيه. بعد كده هجيب الحمام بتاعي وابدا ان انا اوسع ما بين الجلد وما بين الرقبه، واول ما الرز يبرد ابدا احشي ما بين الجلد وما بين اللحم. كل حته اقدر احشيها هحشيها، بس اهم حاجه ان كميه الرز ما تكونش كتيره علشان الحمامه ما تفرقعش والرز يقع واحنا بنسلق الحمام. بعد كده هبدا احشي البطن بتاعه الحمامه كويس. برضو هحشي تقريبا نصها، برضو مش هحشي الرز كتير قوي جوه الحمامه علشان الرز يستوي كويس. وبعد كده هقوم عامل فتحة في جسم الحمامة بالسكينة، وأقوم مدخل فيها الرجلين مكتفها كده، وبس كده، من غير ما اخيطها ولا الفها ولا اعمل فيها اي حاجة. اخلص باقي الكمية بتاعتي بنفس الطريقة بالظبط. بعد كده هبدأ اجيب اكبر حلة عندي وهملاها هملة نصها مية. بعد كده اول ما المية تبدأ ان هي تغلي هنزل عليها ببصلاية متقطعة وشوية حبهان وملح وشوية ورق لوري. اول ما الميه تغلي هبدا اوطي النار شويه وهنزل بالحمام واحده واحده. انا هنزل بالحمام واحده واحده، وما تخافوش، مجرد ما الحمام اول ما هينزل في الميه المغليه هيقفل على نفسه على طول، ومفيش ولا نقطه رز هتطلع من الحمام. هسيبه تقريبا من ساعه الا ربع لساعه لحد ما الحمام يستوي كويس معايا، وهبدا اطلعه. هبدا بقى اشيل الشوربه دي، والشوربه دي لاصحاب المزاج العالي قوي، مع شويه ليمون بتبقى ايه في الجون. وبعد كده هبدأ أجيب الطاسة وهنزل فيها بمعلقة سمنة ومعلقة زبدة، وأول ما السمنة والزبدة يسيحوا هبدأ أنزل بالحمام. الحمام ما بيتحمرش غير كده. لو انتوا بقى عايزين الحمام يبقى دايت ممكن تحمروه وتدهنوه بالسمنة وتدخلوه الفرن على الشواية. هبدأ أقلب الحمام في قلب الطاسة لحد ما كله يتحمر وكله يوصل للون اللي أنا عايزه. هنحمر الحمام كويس قوي، وبس كده. هبدأ أطلعهم وأحطهم في طبق التقديم. شكله جامد جدا، مفيش ولا نقطة رز وقعت منه، والحمام ما شاء الله عليه جميل جدا. هنتعلم بقى ازاي اتيكيت اكل الحمام. اول حاجة هنستخدم الثلاث صوابع دول، والثلاث صوابع دول كده اهو، لازم ثلاث صوابع ما ينفعش اربعة. ومرة واحدة هنقوم عاملين ازاي؟ امم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتمنشنوا حبايبكم اللي هتاكلوهم الحمام ده. اشوفكم في فيديو جديد.